تعرف ان انت ممكن تشتري وحده النهارده جوه اوتيل 5 ستارز مش مجرد سيرفيس ابارتمنت؟ ده كلام جميل، لكن مشكلة الفندقي بالنسبة لي إن أغلب المشاريع لسه حبر على الورق. لا، الموضوع المره دي مختلف. خليك معايا للاخر وهقول لك العائد شكله إيه. اولا المشروع اللي بكلمك عليه هو على النيل على طول، على بعد ربع ساعه من المتحف الكبير. عد بقى معايا مميزاته. مشروع مبني بالكامل في مرحله الفينشنج، فانت بتستلم خلال سنه لسنتين حسب الوحده اللي بتشتريها. اللي بيدير مجموعه انتر كونتيننتال بعقد رسمي تقدر تطلع عليه وتقدر تتاكد منهم بايميل كمان. انت بتشتري كمان وحده جوه الاوتيل نفسه. اغلب الموديول اللي موجود النهارده في الماركت ان انت بتشتري وحده عاديه في عماره بيخدم عليها الاوتيل اسمها سيرفيس. هنا مش كده، هنا انت بتشتري وحده جوه الاوتيل نفسه. وبما انك بتشتري وحده جوه الاوتيل فانت بتستلمها بالفرش بالاجهزه بكل حاجه انت بتلاقيها جوه اوضتك لما بتيجي تحجز اوتيل. اكتر نقطه اي حد بيشتري بيخاف منها دايما هي التسليم. لو ما سلمكش في الميعاد حاطط على نفسه بند في العقد انك توقف اقساطك. طيب لو سلمني بس اتاخر في التشغيل حاطط على نفسه غرامه 10% سنويا. ليك كمان امكانيه استخدام الوحده لحد 30 يوم في السنه بالتنسيق مع الاوتيل. نيجي للعائد. انت لو حسبت العائد بتاعك هتلاقي ان الوحده تقريبا بتكلفك حوالي 50% من قيمتها، بالاضافه انك معفي بشكل كامل من مصاريف التجديد والاهلاك. ده مشروع مختلف فعلا. طب لو عايز أعرف التفاصيل أعمل إيه؟ تقدر تكلمني وندردش سوا في التفاصيل ونختار انسب حاجه ليك.